مسألة ضلع الزهراء عليه السلام هذه قضية تاريخية، لا قضية متصلة بالعقيدة، ولا فيها تبرئة لأحد ممن ظلموا الزهراء وظلموا عليا عليه السلام. قضية تاريخية، يمكن بعض العلماء يقولوا أنه صار في كسر ضلع، بعضنا ما قال. وكل ما تحدثت به من الأول بشكل خاص جدا هو أني عندي تساؤلات في هالمقام، ولم أقل لم يحدث ذلك. كل التساؤلات، يعني مثلا هلا أنت إذا كل واحد إذا هجم على زوجتك وريد يضربها، تقعد ببيتك بغرفة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو تهجم على الذي جاي يضرب زوجتك؟ هلا كل واحد منكم زوجتك، أمك، أختك، إذا قعدت في بيتك وثلاثة بيضربوها شو بيقولوا عنك الناس؟ بيقولوا بطل. علي بن أبي طالب سلام الله عليه هذا الرجل يزوق الأبطال، يترك الجماعة يهجمون على الزهراء عليه وهي بنت رسول الله ووديعة رسول الله عنده بهذا الشكل، وقاعد بالبيت يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أي واحد يقبلها على نفسه من أجل واحد؟ احنا بدنا الآخرين يسألونا بدنا نجاوب. أي واحد. ثم بالبيت تعرفوا مين كان؟ كل بني هاشم كانوا موجودين بالبيت، وأمير المؤمنين والعباس بن عبد المطلب كان عم النبي كان موجود، والزبير كان موجود. إذن حول الجماعة يسمعوا صراخ الزهراء وقاعدين لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف نفهم؟ اثنين، ليش الزهراء تفتح البيت باب؟ جماعة جايين يهجموا، افتحوا هالبيت وإلا أحرقنا عليكم النار. ليش بدها تطلع هي؟ الزهراء المخدرة، الزهراء اللي ما بتقابل حدا، الزهراء اللي ما بتشوف حدا. كيف يعني يمكن هذا؟ أنها هي تطلع تفتح الباب، والإمام علي وهول بني هاشم وكلهم، وعندها جاريتها فضة، عندها جارية موجودة فضة، ما تفتح الباب. هلا أنت إذا كنت موجودين بالبيت وكذا وزوجتك موجودة ودقوا الباب، خصوصا إذا إجوا أمن بدهم يعتقلوك وكذا، قل لمرتك أنت تطلعي. ثم هن جايين يعتقلوا علي عليه السلام، مو جايين للزهراء. ثم هالناس الذي جابهم عمر للبيت حتى يحرقوا البيت كما كان يقول، قالوا له كيف جايبنا أنت إن فيها فاطمة؟ قال وين أفضل فاطمة؟ جايين يعتقل علينا يا وصال. أنا كل ما كنت أقول يا جماعة إذا بدكم تقولوا يعني الإمام علي جبان، يعني الإمام علي ما عنده غيرة، تقولوا أن النبي أوصاه بأن ما يفتح معركة ضد الخلافة، في الخلافة ما يحصل معركة، مش ما يدافع عن زوجته. أنا كل ما عندي مشكلة بعض الناس ما مستعدين يفكروا. كل ما عندي ما أقوله هناك، يعني لما بقدر أقول ما صار، يعني ما عندي حجة أنه ما صار هالشيء، لكن في علامات استفهام. الشيء اللي ما بيقبله أي واحد منكم بالنسبة إلى موقفه مع زوجته، كيف تقبلوا لي علي بن أبي طالب مجدد الأبطال وكذا؟ كيف تقبلوا هالشيء؟